السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ ست بسيطة وبنوتاتها، يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة جايلكم بوصفة سهلة بسيطة وخفيفة سريعة تعملوها للفطار. فطار، عشاء، جوع آخر الليل، حاجة سهلة في السريع كده تعملوها. مقاديرها موجودة في كل البيوت. قبل ما تشوفوا الفيديو مكوناته عبارة عن ايه، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نصلي على الزين ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. صليتوا على النبي، يلا بينا نشوف مكوناتنا بتقول عندك كوباية من لسان العصفور. لسان العصفور، ايوه، وصفتنا النهاردة بلسان العصفور. وصفتنا وصفة حلوة بلسان العصفور. عندنا كمان نص كيلو من اللبن. عندي 3 معالق كبار من نشا، كيس فانيليا، وعندي كمان سكر حسب التحليل. وصفتنا سهلة وبسيطة، تنفع صيف تنفع شتاء، اللي انت عايزاه. طبعا فطار، طبعا عشاء. يلا بينا على النار نشوف هنعمل ايه. جبت معلقة كبيرة من السمنة عشان اطعم الوصفة بتاعتنا. واول ما هيبدأ يقدح كده معايا هبدأ انزل بلسان العصفور. نزلت كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اديله كده تقليبة مع السمنة عشان ياخد من ريحتها. هبدأ ان انا اقلب لغاية ما ياخد معايا اللون الذهبي. ما خد لسان العصفور اللون الذهبي زي ما انتم شايفين، هنزل عليه بكوباية مية علشان اديله 3/4 سوا. انا سايبه لسان العصفور ياخد 3/4 سوا زي ما انا قلتلكوا. هبدأ ان انا اخد النشا وادوبهم في قلب اللبن على البارد قبل ما ارفعه، قبل ما احطه يعني على لسان عصفور. زي ما نزلت بالنشا ودوبتها في اللبن، هنزل برضو بالسكر وادوبه. هم كيس الفانيليا، هنزل باللبن اللي دوبت فيه كل المكونات. ادي القوام اللي انا عايزاه. يلا بينا نصبه على طول في اطباقنا الحلو. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، على اجمل واحلى وصفة. تنفع شتا تنفع صيف. شتا كلها سخنة، صيف سيبوها تبرد تحطها في التلاجة وهي ساعة كده. اضطر على قلبكم حاجة ما خدتش مننا وقت، 10 دقايق بالكتير، اقل كمان من 10 دقايق. مكونات في البيت عملناها ما خدتش وقت على الاطلاق. يلا يا بنوتة اعمليها، ابسطي عيلتك واخواتك وابهريهم بيها. حاجة سهلة بسيطة ما خدتش مننا اي مكونات. يلا وفري ودبري مع ميزانية البيت مع مامتك. وما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يبقى انا كده قدمت لكم اجمل واحلى واسرع وصفة تعملوها، وبألف هنا والشفا. اعملوها مش هتندموا، وقولوا رأيكم في التعليقات. ويبقى كده اقول لكم في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.